السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ اول فيديو تقريبا في الشتاء، فانا مبسوطه جدا جدا انه اخيرا الشتاء دخل. النهارده هكلمكم على مفضلاتي ومشترياتي في نوفمبر، وهي بصراحه يعني كانت مشتريات متنوعه قوي، مش بس حاجات سكين كير وكده، هتلاقوا حاجات اكل وحاجات كده يعني. فالمهم يلا بينا، لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو، ويلا بينا نبدا. اول حاجه حابه اكلمكم عنها عشان حاجه انا كنت شكرت فيها جدا جدا في الفيديو بتاع منتجات مصريه تستحق العالميه، وهي البادي باتر بتاعه سولامور. فعلشان كده حابه ابدا بيها لانه مش كل الناس بتكمل الفيديو للاخر، فانا حابه اقول المعلومه دي ان انا من مشتريات الشهر ده جبت اللي هي سولامور البادي باتر، بس اللي بالفراوله بقى المره دي كانت اللي بالفانيلا، لكن دي اللي بالفراوله دي يا جماعه بشعه. انا ما بحبش اتكلم على برودكت بالشكل ده، بس هي لو كان فيها ميزه مثلا كانت ممكن مثلا تغفر لها، او ان انا ما اتكلمش عنها بطريقه وحشه قوي كده، ولكن هي فعليا ما فيهاش ولا ميزه. في ناس كتير قوي كانت بتقعد تقول لي انا جبتها بس ريحتها مش حلوه، انا جبتها بس ريحه الشيا باتر عاليه قوي قوي. في ناس تانية، في بنت دخلت بقى شتمتني، دي طبعا بعمل لها بلوك، اللي هو يعني غير مسموح بالشتيمه اطلاقا، لان انا بتقولي هو انت مدفوع لك كام عشان تطلعي تقولي على حاجه وحشه قوي كده وتتكلمي عنها بالطريقه دي، اللي هو اصلا هو ولا كان اعلان ولا هم دافعين لي مليم، وانا ما بسمحش لحد يشكك في نيتي، لانه حتى لو الحاجه اعلان انا ما بطلعش اطبل لحاجه. لو ده اعلان فعلا انا بعمل اعلانات وده نجاح ليا، يعني دي حاجه انا فخوره بيها اصلا. يعني انتوا متخيلين ان هو مش مثلا بقول لا انا ما بعملش، لا بعمل اعلانات وده نجاح، ودي حاجه تستدعي الفخر. ولكن مش معنى ان انا اعمل اعلان ان انا اضلل الناس، والحمد لله بلاقي ناس كتيره قوي 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 بتكتب لي كومنتس على حاجات انا عاملاها اعلان وبتقول لي جبتها وتحفه، وده مش معناه ان لكل الناس اللي هتشتري ورايا اي حاجه ان هي هتعجبهم. زي مثلا دي طلعت اتكلمت عليها من غير اي اعلانات خالص، وفي ناس مش عاجباها، ما طبيعي يعني، طبيعي مفيش حاجه كل الناس هتتفق عليها مهما كان بقى اللي بيتكلم ده بيتكلم عشان واخد فلوس ولا عشان هو فعلا بيتكلم عن تجربه شخصيه. فعايزه اقول لكم ان البادي باتر اللي هي بالفراوله او اي حاجه بقى اي سنت تانية، عشان انا بصراحه ما اضمنش غير يعني دايما هاتوا الحاجه لما اكون مثلا بشكر في حاجه قوي قوي، ما تروحوش تجيبوا الحاجه مثلا بس بسنت مختلفه، لا هاتوا الحاجه زي ما انا جبتها. اللي هو انا قلت ان اللي بالفانيلا فعلا حلوه قوي قوي، لكن اللي بالفراوله دي يا جماعه بجد بشعه، ولا بترطب كويس، كمان الترطيب بتاعها وحش. انتوا متخيلين؟ بجد ما فيهاش ميزه. ريحتها كمان وحشه قوي قوي، ريحتها فيها شيا باتر عاليه، وتحسوا ان انتوا عايزين يعني. انا طبعا بحطها بعد الشاور لان الحاجات دي بتتحط على جسمي مندي، المفروض بعد الشاور بكون عايزه اقوم اخد شاور تاني من كتر ما انا حاسه ان انا قرفانه من نفسي اصلا. فلا، البادي باتر بتاعه سولامور هاتوا بس اللي بالفانيلا، واحنا اصلا يعني ما شاء الله علينا خلصناها من كل حته، اوعوا ابدا تجيبوا دي بجد وحشه قوي. حاجه بقى من مفضلاتي الشهر ده هو الصن بلوك بتاع ساش. الصن بلوك ده يا بنات بجد انا مش متخيل، انا كل لما اتكلم على صن بلوك مصري اقول ده تحفه ده جميل، بس انا بقى ما شفتش ده ولا في مصري ولا غير مصري. كان في بنوته الفيديو اللي انا اتكلمت فيه على تيلوفال بتقول لي هو طيب بديل للشيكا فلويد اللي هو بتاع لاروش بوزي، ده بقى هو البديل بتاع الشيكا فلويد بتاع لاروش بوزي. ممكن بتاع تيلوفال يكون بديل لاروش بوزي بس اللي هو الايدج كوركت، قوامه كريمي شويه، لكن ده بديل الشيكا فلويد اللي هو قوام ميه، لان هو فعلا ميه. وعايزه اقول لكم ان هو اصلا قوامه اخف كتير جدا 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 من لاروش بوزي، وبيتشرب بمنتهى السهوله. حتى لاروش بوزي اللي هو الشيكا فلويد بيسيب زي ملمس دهني كده شويه، لا ده ما بيعملش كده. بس في حاجه دايما هقولها على اي صن بلوك مصري، هو زي ما شايفين كده درجه الحمايه بتاعته اصلا 50، ان دي اقصى حمايه ممكن تاخديها من الشمس، ولكن هل هو هيحمي من اليو في اي؟ دي حاجه يعني احنا ما نقدرش نحكم عليها. يعني الفلاتر بتاعته كويسه وكل حاجه تمام، ولكن انا بحس انه هنثبت منين ان هو هيحمي من يو في اي؟ دي حاجه بتتقاس على اللونج تيرم شويه، ولكن هو كصن بلوك هو فعلا حلو جدا جدا، وانا ما اقدرش اقول عليه اكتر من كده. فاللي عايز يشتري صن بلوك مصري وتكون فعلا الحاجه نظيفه، معاكم ساش، وكمان بتاع تيلوفيل بجد برده كان حلو قوي قوي. تعالوا بقى اكلمكم على حاجه خاصه بالاكل شويه، علشان انا طبعا عشان موضوع المقاطعه وكده. يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، انا بجد بحب اليوتيوب قوي علشان بحس ان انا بتكلم فيه معاكم براحتي كده، اللي هو انا عارفه ان احنا مثلا هناك ممكن نطلع في الستوريز نتكلم براحتنا،
بس انا ما اعرفش ليه ما برتاحش هناك. انا بحب قوي افتح الكاميرا بتاعت اليوتيوب، حتى هناك بصور بالموبايل عادي، لكن هنا لازم الكاميرا كده واقعد مظبطه نفسي واطلع اتكلم معاكم. فانا بجد بحب اليوتيوب جدا. طبعا الفتره اللي فاتت كانت اكتر حاجه شاغله تفكيري ان انا عايزه بديل نسكافيه، لان انا اصلا بحب النسكافيه. يعني اللي هو انا اصلا بحس ان انا لما بكون متضايقه، هو لولا يعني انا لسه شاربه نسكافيه الساعه 2، احنا دلوقتي لسه الفجر هيأذن خلاص، قرب يأذن، فانا عشان احس ان انا عايزه ابقى مبسوطه اشرب نسكافيه. فالموضوع بالنسبه لي ادمان. فاول ما عملنا المقاطعه مثلا من شهر كان خلاص النسكافيه بتاعي بدأ ان هو يخلص. قعدت ادور بقى على بدائل كتير قوي. طبعا انا اصلا بشرب نسكافيه جولد مش نسكافيه بلاك. نسكافيه بلاك ده بالنسبه لي او الكلاسيك حرفيا تراب، يعني كاني بشرب بجد استغفر الله العظيم ابشع حاجه في الدنيا. فعشان كده نسكافيه الكلاسيك ليه بدائل كتير قوي في الماركت المصري، لكن الجولد ما كانش ليه ولا بديل. فانا عارفه ان سلانترو، انا بحب قوي قوي اروح سلانترو واشرب الفرابيه اللي هو اللاتيه فرابيه. بحب الحاجه دي جدا وبتخليني مبسوطه. فقلت خلاص انا هروح اشتريها باودر واعملها انا في البيت. طبعا فشلت فشل ذريع، وعايزه اقول لكم انها كانت غاليه جدا جدا، يعني اللي هو اغلى من نسكافيه الجولد 4 أضعاف مثلا. فبقيت مش عارفه اعمل ايه. فشفت بنوته كده على انستجرام، بجد مش فاكره اسمها خالص، بس هي بتتكلم على المطبخ والاكل والحاجات دي كلها. فقالت على النسكافيه ده اللي هو ده كده شكله، وقالت عليه لي ده بقى البديل بتاع نسكافيه الجولد، يعني مش اي نسكافيه. فروحت جبته. هو بصراحه طبعا غالي جدا، اغلى من نسكافيه برضو الجولد. يعني نسكافيه الجولد تقريبا ال100 جرام نسكافيه الجولد او 90 جرام كان اللي هو الصغير كان ب150 تقريبا، لكن ده تقريبا برضو 90 جرام ب280. فالرقم يعني كتير قوي، بس قلت مش مشكله، يعني مش مشكله، اهم حاجه ان انا ابقى مبسوطه. والحمد لله الحمد لله طلع فعلا حلو. لكن بتاع سلانترو ما كانش حلو خالص، كنت بحس ان انا مش بشرب حاجه. فعشان انا عارفه ان اكيد في ناس كتير قوي بتدور على بدائل نسكافيه الجولد تحديدا، فاللي هو البراند ده خدوها سكرين شوت بديل للنسكافيه جولد. وكان موجود علشان برضو انا قعدت ادور عليه كتير قوي، هتلاقوها موجوده في مترو او انا جبته من فريش فود. مش عارفه فريش فود موجود فين في كل مكان في مصر، بس هو فريش فود ده موجود عندنا احنا في اسكندريه في سان ستيفانو. برضو في رحله البحث على البدائل المصريه الجميله جبت البادي ماست الخطير ده من ايفا. اي حد يعرف اي حد بيشتغل في ايفا، انا عارفه انه دكتوره ديانا كانت بتشتغل في ايفا زمان، فلو هي تعرف اي حد في ايفا توصل له رسالتنا ان احنا كلنا هنشجع ايفا الفتره الجايه، كلنا هندعم ايفا، لان هم فعلا عرفوا يجيبوا السنت مظبوطه. يعني ده بالظبط شبه يو ار ذا وان بنسبه 90% 95%. كمان عرفوا يعملوا اللي هو داليا بقى بالظبط يا جماعه، بالظبط. اللي هو انا اصلا بصراحه ما بحبش داليا قوي، عشان كده ما جبتش البادي ماست اللي شبه داليا، لان انا اصلا ما بحبش داليا وعندي منها 2، فاللي هو اكيد مش هجيبها تاني، فاهمين؟ طلبت امبارح واحد اسمه سمر تويست، ريحته سويت وبجد حلوه قوي قوي، تحسسني كده ان انا بونبونايه كده في نفسي. طلبته ان شاء الله هيجي لي بكره الصبح، اللي هو هصحى الاقيه ان شاء الله وصل. طلبته من نون بصراحه لانه على نون ب 128، فلما بحط البرومو كود بتبقى 120 جنيه بس. ولقيته اصلا في ميني سوق، يعني انا لما نزلت شميتهم الاول كلهم شميتهم في ميني سوق، الواحد ب 175، فلا بجد سعر مبالغ فيه جدا. ارخص مكان لقيته هو نون، لو انتوا بقى لاقيين مكان تاني بتصرفوا، بس هو على نون حلو قوي. المهم رساله لايفا، لو سمحتوا اعملوا لنا كل السنتس بتاعت باث اند بادي وركس، احنا هنشتري بالكيلو، بس اعملوا، لانه اولا هو نفس الحجم، ثانيا بجد السنت دي تحديدا انا معرفش باقي السنتس عامله ايه، بس السنت دي تحديدا ثابته، بجد ثابته يا جماعه، بتقعد باليوم. والله ما جربتش بصراحه ارشها على جسمي، لانه كده احنا يعتبر لابسين بكم طول الوقت، فانا برش على هدومي من بره، بتقعد ثابته على الهدوم طول اليوم. واللي انا هجيبها بكره اللي هي سمر تويست، برضو هقول لكم طبعا في مشتريات شهر 12 مثلا او في تصفيات بقى السنه الجديده، هشوف برضو الثبات بتاعها، لكن على الاقل دي فعلا ثابته وحلوه قوي قوي. ولو حد كان بيحب يو ار ذا وان يطلبها، لان هي فعلا تحفه. من مفضلاتي ده مش من مشتريات الشهر ولا حاجه، ده بقى من الحاجات اللي انا بحبها، هو السيرم بتاع الشعر بتاع فيفلن. السيرم ده يا بنات خطير، بيستعمل كذا حاجه.
ان انت تستعمليه قبل الحراره عشان تحمي شعرك من الحراره، بس هو لحد درجه 200. وانا بصراحه انا اصلا بخلي الستريتنر على 180 ما بزودهاش. لو زودتها ل 200 دي لو انا عايزه بقى سيحان لشعري، لكن انا بصراحه بخليها 180 بس. ده بيحمي من الحراره لحد درجه 200، وكمان هو ريحته حلوه قوي، فهو كمان بيخلي ريحه الشعر حلوه، غير بقى ان هو بيهدي الهيشان وبيطر الشعر. هو فعلا تحفه. كمان بتاخدي منه بامب صغيره جدا جدا، فهو يعني يبدو ان هو كميه صغيره، هو كميته 50 مللي يعني مش صغيره قوي زي اي سيرم، ولكن فعلا بتاخدي منه بامب صغيره قوي فيقعد معاكي فتره طويله، وبيدي الشعر اللمعه كده، وريحته فعلا حلوه قوي قوي. تاني حاجه برضو بحبها علشان اخلص حاجات فيفلن هو الهير ماسك بتاعهم. وانا قلت لكم ان هم خلوا الهير ماسك بدل 300 مللي 500 مللي، بس هو بصراحه في البوكس الكبير اللي انا هطلعه هدايا الشهر ده الهير ماسك ده ريحته خطيره، ريحته تروبيكال كده، غير ان هو بيطر الشعر قوي قوي وبيخلي الشعر فلافي. من كتر ما هو بيرطب الشعر هو بيخلي كل شعريه لوحدها، هو بيخلي الشعر فلافي، بيخلي الشعر ريحته كمان حلوه جدا جدا. فبجد من احلى انواع الهير ماسكس اللي انا جربتها، واللي انا دايما لما بحس ان انا شعري محتاج ترطيب دايما بلجأ له. فبجد لو انتوا برضو عايزين تشتروه هو بجد خطير واضمنه لكم 100%. وبرضو جبت زنك اوليف، جبت 2 جماعه. الزنك اوليف بقى ب50 جنيه، انا جبت 2 من الصيدليه لقيته بيقول لي 100 جنيه، اللي هو 100 جنيه ايه؟ انا جايبه زنك اوليف، يعني انا جايبه 2 زنك اوليف بس. كل حاجه اصلا بتغلى الفتره دي، فالزنك اوليف من الحاجات اللي انا بجد ما بقيتش استغنى عنها، لان انا بقيت استعمله كديودرنت. هو مش ديودرنت قوي بس انا يعني بحب ارطب المكان ده انتوا عارفين، فعلشان كده بقيت احب استعمله كديودرنت، ما بستغناش عنه ابدا. برضو من الحاجات اللي انا انصحكم بيها جدا جدا هي البتاعه دي هتلاقوها بقى في اي مكان في الدنيا، هتلاقوها في اي مكان بيبيع الحاجات بتاعتنا دي بتاعت البنات، ورخيصه قوي كمان، مش غاليه، تقريبا ب 30 جنيه او حاجه زي كده. دي بقى مش هقول لكم مثلا حطوا رجليكم في ميه سخنه قوي علشان تطلعوا الجلد، طبعا لو عايزين تعملوا كده اعملوا، يعني هيبقى تحفه اكتر بكتير. ولكن احنا بعد الشاور خلاص بتبقى رجلينا باشت شويه، بعد الشاور اعملي رجليكي هتبقى عباره عن حرير حرفيا. طبعا بعد ما تطلعي من الشاور على طول رطبي. احنا بقى فصل الشتاء كله بيبقى ترطيب كله، وكمان بتبقى الدنيا مساعدانا اكتر لان احنا بنلبس الشراب وكده. فانتي اعملي ده بعد كل شاور، مش بعد كل شاور اللي هو مش كل يوم، الشاور الاسبوعي، عشان ما يبقاش الشاور بتاع كل يوم ده، لا، الشاور الاسبوعي بتاعك على طول اعملي رجليكي بيها واطلعي رطبي. ممكن في الاول مثلا تعملي يوم بعد يوم عشان لو في جلد ميت كتير، لكن بعد كده خليها مره واحده بس في الاسبوع ورطبي كويس قوي، البسي الشراب وادعي لي بقى بعديها بجد من غير اي مجهود ومن غير اي وقت ومن غير اي حاجه خالص. ومن الحاجات اللي انا جبتها الشهر ده جبت البرفيوم دي اللي هي من جس، لقيت ناس كتير قوي بتتكلم عنها فقلت انا عايزه اجربها بصراحه. برفيوم بتاعت جس علشان هم اصلا مش بيبقوا غاليين قوي يعني، فمش ببقى متوقعه منهم ان هم احلى حاجه في الدنيا. هي بصراحه حلوه جدا، بس انا عندي جس اللي هي دي بصراحه انا مش بحبها قوي، ولكن هي فريش، يعني هي مش وحشه بس هي فريش قوي قوي، وانا ماليش في السكه اللي فريش طول الوقت دي، بس ثابته وقويه جدا. لكن دي حلوه قوي قوي قوي، بس مش اكتر حاجه ثابته في الدنيا وهاديه شويه. فلو حد عايز يجيبها، انا برضو كنت جايباها من على نون وكان سعرها حلو قوي، وكان السيلر هو نون نفسه، فعشان بس تبقوا عارفين ان هي اوريجينال يعني. واخر حاجه جبتها برضو كنت جايباها من على نون هي الايربادز دي كانت من انكر اللي هي اسمها ساوند كور، اعتقد يعني بيبقى اسمها ساوند كور. هي بصراحه عشان برضو ريفيو كده هكتب لكم، ممكن اكتب لكم اسمها على السكرين، يا رب افتكر وانا بعمل اديت ان انا اكتب اسمها على السكرين او ما كسلش يعني. انا كنت شايفه ريفيوز عليها، او يعني اخويا هو اللي شاف لي ريفيوز عليها قبل ما اشتريها، ان هم قالوا ان هي تحفه في كل حاجه ما عدا ان احنا نتكلم بره البيت، يعني لو بره البيت بتعمل دوشه مش طبيعيه، وهي فعلا بتعمل كده. انا بصراحه قلت مش مشكله، انا كنت جايباه ب1000 جنيه وده سعر انا ما كنتش عايزه ازود عن كده بصراحه يعني. وانا مش بمشي اتكلم في الشارع كده يعني، مش بخرج كتير غير لو رايحه الجيم. فلو حد عايز يشتريها، عشان في كذا حد سالني عليها لما نزلتها على انستجرام، الصوت لما تتكلمي بس وانت في الشارع مش حلو خالص، لكن طبعا لو بتسمعي اي حاجه، بتسمعي بودكاست وانت في الشارع، بتسمعي اي حاجه، حتى لو هتسمعي فويس نوت وانت في الشارع، عادي جدا جدا بجد، صوتها واضح ونقي
صوتي جدا جدا جدا، مفيش نقاش عليه. ولو انت قاعده في البيت وبتتكلمي بتعملي مكالمه برضو الصوت واضح ليكي وللي بيكلمك. فهي فعلا حلوه قوي قوي، 9/10، بس علشان هي فعلا صوت المكالمات في الشارع وحش. اخر حاجه جبتها كانت مجموعه من الكتب، وانا بصراحه جبتها من راجل واقف في الشارع وما كنتش اعرف ان كده غلط. لما روحت البيت بقول لاخويا انا حاسه ان في حاجه غلط، لانه كل كتاب قال لي عليه ب50 جنيه، فاكيد مش انا اخويا بيشتري كتب من مكتبه الشروق او حاجه كده، فكنت عارفه ان مش كل سعر الكتب مش هيبقى نفس السعر، يعني فاهمين. فقال لي لا جهاد انت كده اهدرتي حق الكاتب، بس ما تعمليش كده تاني. فانا بقول لكم يا جماعه بلاش نشتري حاجه زي كده، لان كده يعتبر حرام، لان دي سرقه اصلا. عشان في ناس بتحس ان انا بكبر الموضوع لما بقول حاجه زي كده، لدرجه ان يعني في حد اتريق عليا، ودي حاجه برضه انا ما حبيتهاش، اللي هو لا على فكره ما حدش ابدا ابدا يحب ان حد يسرق مجهوده وشغله ببلاش. اللي هو انا عملت الكتاب، انا ممكن تكون وظيفتي كلها في الحياه ان انا كاتب، فانا بعمل كتب وببيعها وبتربح من هذه الكتب، وده حاجه حلال جدا جدا. فلما انت تروح تشتريها من مكان وتاخد مجهودي وافكاري وتسرق حقوق الملكيه الفكريه بتاعتي، فانت كده بتسرق. فعلشان كده جماعه لا، يعني نشتري الكتاب من مصدره الرسمي لو احنا عايزين يعني نقرا كتب. انا بصراحه اخويا جاب مجموعه كتب كتيره قوي قوي قوي، فانا مبسوطه. بس هو بيقرا حاجات انا صعبه عليا شويه، بس هو جاب كتاب حلو جدا. انا ان شاء الله لما اخلصه ممكن مثلا اكلمكم على النقط المهمه اللي انا اتعلمتها منه. هو الكتاب ده هو كتاب عن العلاقات، فانا بصراحه حاسه ان هو يعني هيبقى حلو قوي، لان انا شفت فيه كذا حاجه كده، حسيت ان هو حتى طريقه الكتابه نفسها حلوه جدا. فان شاء الله مثلا لما اقراه كده او اخد حتى عنه فكره، ممكن مثلا نعمل منه كوفي توك او حاجه زي كده. هكلمكم بقى شويه عن الجيم، عشان انتوا عارفين ان انتوا بحب اتكلم كده شويه في الفيديو بتاع المشتريات، اصلا بيبقى فيديو كله كلام. انا بصراحه نزلت الجيم علشان انا فعلا يا بنات تخنت جدا جدا جدا. ممكن يكون حد بيقول انتي مش تخينه قوي، بس بالنسبه لي انا زمان لا، انا كده تخنت قوي. اكتر نصيحه عايزه انصحها لكم، او هنصحكم بكذا نصيحه يعني. اكتر حاجه، اول حاجه بلاش يا جماعه اكل مقلي كتير. اكتر حاجه اذتني في الدنيا، يعني عايزه اقول لكم حاجه، انا طول حياتي انا من الناس اللي بتاكل كتير بالمناسبه، وبحب الاكل، يعني حتى في البيت عندنا معروفه بكده ان انا بحب الاكل جدا. طول عمري في حياتي ما كنت بتخن، او حتى لو تخنت بتخن عادي بس ما بيطلعليش بطن. انا بقى الفتره الاخيره والغريب ايه، ان انا البطن دي طلعت بسرعه جدا، اللي هو مثلا خلال 3 شهور طلعت فجأة كده. انا زعلت جدا، اللي هو لا انا مش حابة جسمي كده. يعني انا بصراحة حابة جسمي هو تخين شوية، لكن مش حابة البطن دي ابدا. اكتر حاجة اصلا نزلتني الجيم ان انا قلت ايه ده، اكتر حاجة يا بنات طلعت لي البطن دي ان انا الفترة الاخيرة كنت باكل حاجات مقلية بشكل اوفر ومن بره. لان انا طول عمري بعشق البطاطس، وطول عمري برضو بعملها كل يوم بالليل. انا حياتي كلها بطاطس ليلية، اللي هو انا بسهر، فكل يوم مثلا الساعة 3 الساعة 4 اقوم اقلي 3-4 بطاطسات. انا باكل كتير اقلي بطاطس، وانا الحمد لله انا بعمل البطاطس حلو جدا بالمناسبة. يعني تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بعرف اعملها في البيت ان انا اعمل بطاطس مقلية حلوة جدا جدا. فكنت كل يوم اعمل كده، وعمري برضو ما طلع لي بطن عمري. لكن لما بدأت اكل حاجات كتير مقلية من بره، بدأ بقى يطلع لي بطن صعبة جدا جدا. فانصحكم ان انتوا الحاجات المقلية ابعدوا عنها تماما، سواء بقى كانت من بره البيت او من جوه البيت. بس يعني لو مضطرين يبقى خلاص من جوه البيت، لكن من بره البيت بجد كارثه اكتر حاجه بتبهدل الدنيا. تاني حاجه ان انا نزلت الجيم وانا ما عملتش دايت، يعني لسه مش ملتزمه قوي بالدايت لسه. حتى امبارح كنت باكل بافلو برجر عادي جدا جدا. الحاجه اللي انا عايزه اقول لكم عليها انه العادات تبنى بالتوالي مش بالتوازي، يعني بمعنى انه مش لازم نبدا نعمل كل العادات مره واحده، مش هيبقوا ماشيين مع بعض بالتوازي. انت ممكن تبداي في عاده وبعد كده لما تتعودي عليها ابداي في عاده تانية جديده. انا دايما عندي مبدا ان هو المهم اهم حاجه في الدنيا ان انت تبداي تاخدي الخطوه. ابداي خدي الخطوه، وكل الخطوات اللي بعديها هتبقى اسهل بكتير. لان اصعب حاجه في الدنيا، اصعب حاجه هي البدايه. اصعب حاجه بقى في كل حاجه حرفيا. حتى في المذاكره لو هتذاكري، لو انت هتقومي تنظفي الشقه، لو انت هتقومي تغسلي المواعين، اصعب حاجه هي اول حاجه. بعد كده الدنيا بتبدا تفك معاكي. اكيد كلكم لو حد بيغسل مواعين او بيروق، كلنا بنات فاكيد بنمر بالتجربه دي. فاصعب حاجه هي البدايه، بعد كده خلاص بتلاقي نفسك اتعودتي. تالت مبدا برضو ماشيه بيه، ان انا مش لازم ابدا الحاجه صح 1,000,000% ولا حتى 50%. لو هو 2-3% صح كويس قوي قوي، لانه انت مش لازم من البدايه تبداي كل حاجه صح. مفيش حد بيبدا صح
انت بتبداي تعلي مع الوقت في كل حاجه في حياتك. فانا قلت انا هنزل الجيم من غير ما اعمل دايت، مش هقول لنفسي انا مش هنزل الجيم غير لما اعمل دايت، لا، طب انا هفضل قاعده لان انا ما عنديش القدره دلوقتي ان انا اعمل دايت. انا الاكل هو اللي بيفرحني، فبالتالي انا عايزه اكل طول الوقت. فقلت خلاص انزل جيم، وبعد كده هبدا ان انا اتعلم واحده في واحده لحد ما ابدا ان انا خلاص اقول يعني هو انا بتعب نفسي في الجيم عشان ايه؟ مش عشان اخس ومش عشان يبقى جسمي كويس. هي الفكره كلها مش انك تخسي، الفكره كلها ان يبقى فعلا جسمك كويس وجسمك صحي. انا اكتر حاجه هتفرق معايا الفتره الجايه ان جسمي فعلا يكون صحي. فاهم حاجه ان انتوا مش لازم ابدا ابدا عشان تعملوا اي حاجه في الدنيا ان انتوا تعملوها صح 100%. اهم حاجه البدايه. وبس كده يا بنات، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، لو انتوا بقى حابين ان انا اتكلم معاكم عن اي حاجه في الدنيا يعني ادوني كده افكار فيديوز تحت في الكومنتس. يا رب تكونوا بس وصلتوا للنقطه دي. حطوا لي بقى علامه البطيخ، اي علامه تقولوا لي بقى ان احنا وصلنا لاخر نقطه، اي حاجه عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لاخر الفيديو والفيديو كان خفيف كده على قلبكم. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.